السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم قناة أمينة الخالدي. اليوم جبت لكم واحد الوجبة اللي ساهلة بسيطة وكدار في وقت قياسي. بالنسبة يمكن لكم توجدوها لوليداتكم الدراري الصغار يصيفطوها معاهم للمدرسة أو كوجبة ديال الفطور أو كوتي أو يعني خفيفة وسهلة، والأهم بنينة 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 بزاف. كيف ما غتشوفوا معايا قبل ما نبدا معكم الفيديو ان شاء الله ديال لي بانكيك بالشوكولا، بغيتكم تفعلوا الجرس، ديروا ابوني، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الجيم. على بركه الله نبدا معكم الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه كيف ما قلت لكم غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، كيمكن لها تزيد واحد الشويش او تنقص واحد الشويش على حسب النوع ديال الدقيق. عندي 2 معالق ديال الزيت، 2 بيضات، غنحتاجوا معلقه ديال الكاكاو كبيره، انا درت 4 معالق ديال السكر. بالنسبه للتزيين غنحتاجوا الشكلاط، عندي خمارة ونص وفانيا، وكذلك كاسونس ديال الحليب بدرجة حرارة الغرفة، يعني درجة حرارة عادية، وعندي دانيت. هنا استعملت انا 2 صغارين، يمكن لكم تستعملوا واحد كبير. اول حاجه غنديروها، غادي ناخذ 2 بيضات ديالنا، نضيفوا ليهم كيف ما قلت 4 د المعالق ديال السكر. هنا اسمحوا لي قلت لكم 2 معالق، 3 ديال المعالق ديال الزيت النباتي. غادي نضيفوا غنخلطوهم، نحاولوا نميكسيوهم مزيان غير تيندمج البيض مع السكر. كيف ما قلت لكم هذه الوصفه هذه ساهله بسيطه وكتوجد في واحد الوقت قياسي، والاهم كتعطي واحد الكميه كبيره وبنينه بزاف، ولا جربتوها ما غتستغناوش عليها نهائيا. انا ضفت الكاكاو، الا ما بغيتوش ديروا الكاكاو بغيتو تخليوهم بويض، كتبلاص الكميه ديال الكاكاو اللي هي معلقه كتزيدوها دقيق. كنضيف كاسونس ديال الحليب اللي عادي، يعني ما طايب ما مغلي ما دافي ما حتى شي حاجه. غنضيف ساشي ديال الفاني، خماره ونص. انا استعملت هنايا كيف ما شفتيو الميكسور ديال اليد، يمكن لكم ديروها في الكاس ديال العصير او تميكسيوها غير بالطراب اليدوي، يعني بابسط الوسائل غتكون واجده. هنا كيف ما قلت لكم غنمكسيو هاد العناصر مع بعضياتها مزيان. ملي غتخلط وغتندمج غادي نضيفوا الدقيق دفعه واحده، غنخلطو مزيان. راه كيجي القوام ديالها بحال القوام ديال الكيك، كيكون ثقيل واحد شويه. غنخلطوها مزيان تندخلوا الدقيق مع جميع العناصر السائله. نتوما غتشوفوا معايا راني سمحوا لي ولكن خدامه بيد وكنصور بيد. هذا هو القوام ديالها، كيكون شويش ثقيل. بالنسبه للطريقه ديالو، انا جبت لكم واحد لاستيوس او فكره غتسهل علينا، كيف يعني غتسهل علينا الخدمه، يعني غتسهل علينا كيفاش غادي نصوبوه او ميم طون. كيعطينا كتجينا كل لي بانكيك كلهم كيجيونا قياس واحد. غنعمر الخليط ديال البانكيك في قرعه وغنخليه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق. هانتوما كتشوفوا كيفاش درت لها، درت فيها واحد التقبه في الغطايه، راني ديجا خدمت فيها واحد الكميه. المقله كتكون من الاحسن ما كتلصقش، ولضمان انها ما تلصقش كندهنوها غير واحد الدهنه خفيفه ديال الزيت غير في الاول، انا غير باش سيت في الاول، ولكن راه ما كتلصقش نهائيا، لان كيف ما شفتوا درت فيها 3 ديال المعالق ديال الزيت. في هذا الاثناء انا درت الشكلاط ديالي مع لي دانيت ديال الشوكولا باش غادي يذوبوا باماغي. درتهم في زلافه وخلطتهم خليتهم يذوبوا فوق الباماغي. صافي وكنبداو نوجدوا لي بانكيك ديالنا. واحد الحاجه نقولها لكم عاوتاني ونركز عليها، العافيه خصها تكون مهيله، لان الا كثرتوا العافيه راه غيتحرقوا لكم. العافيه كيف ما قلت مهيله بزاف. كنتسناو عليهم واحد حسبوا غير 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وقلبوهم. كيف ما قلت لكم العافيه تكون مهيله، المقله تكون سخونه قبل، وكنبداو نقلبوهم بهذا الشكل كيف يبانوا لنا الفقاعات. غادي نقلبوا البانكيك ديالنا نفس الفتره تقريبا اللي كانت تكون في الاول، حسبوا 11 باش نسهل عليكم الامور. وها هما لي بانكيك ديالنا واجدين. صافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال العجين او الخليط اللي عندنا كامل. انتما كتشوفوا راه ما كياخذوش وقت بزاف، كيكون واحد فيهم واحد اللون ذهبي زوين. وها هما لي بانكيك ديالنا بعد ما وجدوا كيف ما كتشوفوا كنضيفوا عليهم صوص شوكولا اولا كنضيفوا عليهم العسل. الا توفروا عندكم لي فخوي فريز بانان اي حاجه توفرت عندكم يمكن لكم تاكلوهم معهم، كيجي وجبه زوينه في الصباح. يمكن لكم الناس اللي ما كيفضلوش الدقيق الابيض يستبدلوه بدقيق الشوفان او باي نوع ديال الدقيق اللي كيفضلوا. راه كيجيو كيف ما قلت لكم خفافين وهشاشين وزوينين، والاهم بنين 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 بزاف.
كنتمنى ما كونش طولت عليكم والفيديو يكون خفيف ظريف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.